سلام البنات، مرحبا بكم يوم جديد ووصفة جديدة مع قناة كويزين شهرزاد. اللي اليوم جبت لكم كيكة جد راقية اللي باليقطين او الكوبية كما نقولوا حنايا عندنا. اللي تحب تشوف الطريقة والمقادير تتفضل معايا. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا السكر، كاس تاع السكر اللي هو سكر بني. انا اخترت ندير السكر البني، مي تقدري تستعملي السكر العادي تاع القهوه. عندي 2 كيسان تاع فرينه، كاس ماشي معمر زيت حليب، كاس ماشي معمر زبده ذايبه وبارده، قرفه، 2 باكيات تاع خميره كيميائيه، 4 بيضات، وعندنا اليقطين اللي رايحين نديرو به المسكوته نتاعنا. نقطعوا اليقطين تاعنا، نقيوه مليح كما راكي تشوفي الطريقه. بعد ما نقطعوه كما راكي تشوفي سيداتي، نحطوه في فوروه في قدره على الماء البخار عادي. بعد ما يطيب، ما ياخذش وقت طويل، يطيب ثم لانه اليقطين. ومن بعد نرحيوه كما راكي تشوفي كما هكا، نميكسيه حتى يولي كيما العجينه تقريبا، كانك رايحه ديري لاصوب. تميكسيه ميكسر ولا روبو ولا انتي واش عندك. كيما راكي تشوفي هنا النتيجه كيفاه خرج اليقطين تاعنا. ونروحو نرجعو للمسكوته نتاعنا، نديرو 4 بيضات. صدقيني بنه روعه وخفيفه ومليحه في الشتاء، ورانا في موسم اليقطين، يعني تقدري ديريها حتى كل يوم للولاد رايحين يحبوها. نطلعوا البيض تاعنا مع الكاس تاع السكر، كما قلت لكم انا درت السكر البني، نتوما تقدروا تستعملوا السكر العادي. نديروا السكر تاعنا والبيض حتى يطلع البيض تاعنا، وشوفوه هاد شغل كريم بدا يتبدل لا كولور تاعو. كما راكي تشوفي سيداتي راه بدا البيض تاعنا يطلع ويتبدل اللون تاعو. ومن بعد نديرو تقريبا 4 كاس ماشي معمر تاع الزبده ذايبه وبارده. كما راكي تشوفي سيداتي. بعد اللي نديرو الزبده نزيدو نديرو الحليب اللي قلت لكم كاس ماشي معمر، تقريبا اقل من النص، تقريبا ربع. نتمنى انكم تجربوها، والله بنه ولا اروع وخفيفه ومش كيعتب اليقطين. كاينين ناس ما يحبوش اليقطين يقولك لا ما نديرهاش، ولكن ذوق تحفه ما شاء الله. هنايا نديرو شويه تاع قرفه اللي راح يعطيها ذوق جميل جدا روعه. واسمحوا لي البنات على المونتاج، راني راني ندير في اليقطين نتاعي، راني مازلت شويه مبتدئه في المونتاج وطريقه التسجيل. مع الوقت بربي ان شاء الله ونتعود ورايحين تشوفوا فيديوهات احسن باذن الله. هنا راكي تشوفي سيداتي كيفاه اليقطين تاعنا مدلها هذاك اللون. ما بقى لنا غير نزيدو الفرينه تاعنا اللي هما 2 كيسان. راح نستغل هذا الوقت، نتوما راكم تتفرجوا وانا نقول لكم اذا عجبكم لي فيديو تاوعي ما تنساوش ديروا لايك وجام للقناه وتفعيل الجرس.
فضلا وليس أمرا. كما راكي تشاهدي سيدتي، دوكا نديرو الخميرة الكيميائية تاعنا لا ليفيغ شيميك. درت 2 باكيات. والله عندي ياسر ما درتش لي فيديو، راني شويه مكركبه، مازال ما تعودتش على الفيديوهات. هنا اخترت المول هذا اللي شويه يشبه لحبه اليقطين، ماشي حبه يقطين مي شويه فيه لي فورم هذوك هكا كيما راكي تشوفي. هنا راهي المسكوته نتاعنا، ندخلوها للفرن اللي نكون مسخناتو 10 دقائق من قبل، 180 درجه حراريه. وهذه هي ندخلو للفرن ونرجع نشوفوه مع بعضنا كي توجد. وهنا كذلك يسمحولي المونتاج، راهو تعاود لي الفيديو ولكن معليش، الله غالب راني مبتدئه وسييت اني نعاود نفاسيه ما قدرتش. وهنا شوفي سيدتي النتيجه الرائعه، والله بنا ولا اروع. نتمنى انك صح تجربيها. شوفي هذاك اللون ما شاء الله، لون وبنة وريحة، ريحة القرفة ما نقولكمش، عطات لها واحد شوفوا كيفاه خرجت كي قلبتها. خرجت تحفة ما شاء الله سيدتي. نتمنى حقا أنكم تجربوها لأنها تستحق التجربة، والله أنها تستحق التجربة. وكانت هذه طريقة التقديم سيدتي كما راكي تشوفي. نتمنى أنها تنال إعجابكم، وهذه الوردة هدية مني ليكم المتتبعين كامل. وهنا راهي اليقطين بما أنه موسم اليقطين، نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وجربوها واعطيوني رأيكم. وما تنساوش حبيباتي، إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم المسكوتة، ماذا بكم تحطوا لنا جيم، تفعيل الجرس وكومنتير تشجعونا. وشكرا سيدتي، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات أجمل ووصفات أجمل، ونتمنى أني نكون في حسن ظنكم. وهذه هي، ما تبخلوش عليا بجام وتفعيل الجرس. شكرا.